أغبى شخصية في المسلسل وهي فاتن، ومش عشان هي راحت لأكرم وباعت نفسها ليه أو إن هي ادته عمر ابن ليلى. فاتن غلطت كام غلطة في حق ياسر، بدل ما كانت اتعاطفت معاه وابتدت تحتويه بالمشاكل النفسية اللي عنده بسبب والدته، راحت بكل قسوة وعايرته بأمه وبالسر اللي هي عرفته، وكمان حاولت تبتزه وتخوض في عرضه، رغم انها حست بالظلم والقهر وتعرضت ليهم زي ما ام ياسر اتعرضت للظلم والقهر بالظبط. ومع ذلك فاتن ما تعاطفتش ولو للحظة مع ام ياسر، مع انها داقت من نفس الكاس. ومش بس كده، راحت لاختها وما قدرتش تكون صريحة وتقول لها على السبب اللي خلاها تتخانق مع ياسر. ولما ليلى قالت لها انها غلطانة فعلا، باعت ليلى الاكرم وضيعت عمر الصغير، وعايرت ليلى كمان بالمساعدات اللي هي قدمتها ليها. الحلقة الأخيرة هتبين قد إيه إن ممكن تكون في ناس إحنا شايفينهم مظلومين، ولكن في الحقيقة هم اللي ظلموا نفسهم. وكانت فاتن من ضمن الناس دي. اللي بيحصل أكيد إن فاتن هتجري على ليلى وتروح تقول لها سامحيني، أنا ضيعت عمر منك واديته لأكرم. وليلى هتقعد تلومها وتقول لها كده يا فاتن، تبيعي أختك، أنا مش هسامحك لو عمر جراله حاجة العمر كله. وبتبتدي ليلى تستنجد بوليد وتقول له ان هو يلحقها، وتقول له ان اكرم اخد عمر ابنها الصغير. ووليد بيقول لها احنا لازم نوصل لاكرم باسرع وقت قبل ما يهرب بره مصر، لان وليد عرف ان اكرم بيخطط انه يهرب بره مصر من شيرين. وطبعا شيرين بعد ما وليد هيكتب لها الفيلا ويديها كل التسجيلات والرسائل والصور اللي ممسوكة عليها، شيرين هتبيع اكرم وشعبان وهتوصل وليد بيهم، وهيتم القبض على اكرم وشعبان في الوقت المناسب. وبتتم المحاكمة، وطبعا ليلى بتقدر تثبت نسب ولادها وتثبت ان اكرم كان زوجها بكل سهولة وتاخد كل حقوقها. ولكن المفاجأة ان التسجيلات اللي مع شيرين اللي تخص اكرم، واكرم بيحكي فيها كل حاجة حصلت له في حياته من يوم ما اتولد لحد اللحظة اللي اتقبض عليه فيها. وفي احتمال تاني ان اكرم يموت اصلا. والتسجيلات اللي مع شيرين هي اللي بتحكي قصة المسلسل من البداية للنهاية على لسان اكرم. اما فاتن بقى مش هتسامح نفسها على الغلطة اللي هي عملتها في حق ليلى، وهتروح تعتزل وتقعد لوحدها ومحدش هيبقى عارف طريقها. وليلى ووليد هيحاولوا يدوروا على ياسر والبنات، ومعاهم ام ياسر وابو ياسر، لحد ما بيلاقوه وبيصالحوه على فاتن ويبداوا صفحة جديدة. اما سوسن بقى ومحمود شرشر، سوسن طبعا بعد ما انضحك عليها من كل الناس، محمود شرشر مش هيرضى يسجن سوسن خوفا على ابنه اللي في بطنها. وهيبقى في احتمالين: الاحتمال الاول ان سوسن تقرر تنتقم من محمود وتروح تنزل الحمل وهنا بتموت، وبيبقى محمود اخد الفيلا ورث من سوسن وربنا بيعوض عليه، وتهاني بتطلع حامل وبيكون انها عملت عملية للخلف مش علشان تشيل الورم. اما الاحتمال التاني ان سوسن تلاقي نفسها محاطة من كل جانب وتخضع لمحمود وتعيش معاه بالعافية وترضى بالامر الواقع وتخلف العيل لمحمود، وتهاني تقعد معاهم ويربوا الولد سوا. وفي النهاية وليد بيتجوز ليلى وبيضم ولاد برهان وولاد ليلى مع بعض، ووليد بيربي الولاد كلهم وبيتولى امرهم وبيعيشوا حياة سعيدة مع بعض. وبينتهي المسلسل على كده. بس بجد المفروض اكرم يتسجن ويدخل السجن، والمخرج يبرد نار الجمهور وحرقة الدم اللي اكرم وشعبان عملوها لنا من اول المسلسل. قولوا لنا رأيكم في التعليقات، تتمنوا نهاية اكرم تكون ايه؟